النهاردة هنتكلم عن جيل ممكن يكون بيلعب جنبنا دلوقتي على التابلت، بس في الحقيقة هو بيرسم ملامح المستقبل قدام عينينا. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيكم في المنيو. هنا بنساعدكم تختاروا تتعلموا إيه وسط الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. السؤال ده مش مجرد فضول، لأ، ده سؤال استراتيجي جداً. إننا نفهم الأطفال دول معناه إننا بنفهم شكل الاقتصاد والتعليم وحتى علاقاتنا الاجتماعية هتبقى عاملة إزاي كمان كام سنة. طيب عشان نفهم أي ظاهرة لازم نرجع للأول خالص. في الجزء ده هنحط الأساسيات. مين هما جيل ألفا وإيه اللي بيخليهم مختلفين عن أي جيل جه قبلهم؟ جيل ألفا هم مواليد الفترة بين 2010 و2025، يطلق عليهم أيضاً جيل الزجاج. والاسم ده يمكن بيوصفهم أحسن. ليه بقى؟ لأنه بيوصف أول شاشة وأول نافذة شافوا منها العالم، شاشة الموبايل أو التابلت. بصوا على الرقم ده كويس، 2 مليار. بحلول سنة 2025 عددهم هيوصل للرقم ده. بنتكلم عن أكبر جيل في تاريخ البشرية كلها. متخيلين حجم التأثير اللي هيعملوه على كل حاجة حوالينا، من المنتجات اللي بنشتريها لحد طريقة كلامنا مع بعض. بس القصة مش في العدد الضخم ده وبس، القصة الحقيقية في طبيعة العالم اللي هم نفسهم نشأوا فيه. وده بقى اللي هينقلنا للقسم التاني. عشان نفهم جيل الزجاج لازم نفهم حياتهم اللي بنسميها فيجيتال. كلمة فيجيتال ممكن تبان معقدة شوية، بس فكرتها في الحقيقة بسيطة جدا. هي ببساطة دمج بين العالم المادي أو الفيزيكال والعالم الرقمي أو الديجيتال. بالنسبة للجيل ده مفيش خط فاصل بين الاتنين، يعني اللعبة على التابلت حقيقية بالظبط زي الكورة اللي بيلعب بيها في الشارع، هم عالم واحد. التواريخ دي مش صدف أبداً. سنة 2010 أول طفل من جيل ألفا بيتولد، وفي نفس السنة بالظبط بيظهر الآيباد وإنستجرام. ده معناها إن العالم اللي احنا اتعلمنا نتأقلم عليه هم اتولدوا ولقوه موجود وجاهز. دي نقطة البداية بتاعتهم. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. جيل الألفية كانوا عاملين زي المستكشفين اللي بيروحوا أرض جديدة، بيتعلموا لغتها وعاداتها بالعافية. لكن جيل ألفا لأ، هم اتولدوا في الأرض دي، بيتكلموا اللغة الرقمية بطلاقة زي ما بنتكلم عربي بالظبط، دي لغتهم الأم. طيب كل الكلام اللي فات ده كلام عالمي، بس إيه اللي بيحصل لما الظاهرة دي تنزل على أرض الواقع عندنا في مصر؟ هنا بقى الموضوع بياخد شكل مختلف تماماً، لأن التكنولوجيا العالمية دي بتدخل في سياق ثقافي مصري جداً وليه خصوصيته. المقولة دي بتلخص التحدي كله. زمان كان الأب أو الأم أو المربي بيقلق من تأثير الشارع والصحاب. دلوقتي المنافسة ما بقتش مع الشارع بس، المنافسة بقت مع خوارزميات يوتيوب وتيك توك العالمية اللي في جيب الطفل 24 ساعة. وهنا بنوصل لنقطة مهمة جداً. الطفل المصري من جيل ألفا غالباً بيعيش حياة مزدوجة. ممكن الصبح في البيت أو المدرسة بيتعلم قيم محافظة وتقاليد معينة، وبالليل على الموبايل بيتفرج على ترندات عالمية ملهاش أي علاقة باللي اتعلمه. الصراع ده بيخلق شخصية مركبة جداً. والجدول ده بيورينا إن حتى جوه مصر التجربة مختلفة. في القاهرة مثلاً التابلت والواي فاي السريع في كل حتة، لكن في الصعيد الموبايل هو الأساس. في ظاهرة اسمها القفز التكنولوجي، يعني نطوا من مرحلة ما قبل التكنولوجيا لعصر الموبايل على طول، من غير ما يعدوا على مرحلة الكمبيوتر. الجسر الرقمي ده بيوصلهم بنفس المحتوى العالمي، بس كل واحد بيبدأ من مكان مختلف خالص. كل التداخل ده بين العالمي والمحلي والرقمي والمادي أكيد ليه تأثير نفسي عميق على الأطفال دول، وده بيوصلنا لواحد من أخطر المفاهيم المرتبطة بيهم. هل فعلاً بينضجوا أسرع من اللازم؟ المصطلح ده بيوصف مفارقة غريبة قوي. ممكن نلاقي طفل عنده معلومات عن أزمة المناخ أكتر من أهله، لكن في نفس الوقت مش عارف يتعامل مع إحساسه بالغضب، يعني نضج معلوماتي وقصور عاطفي. يعني تخيلوا طفل صغير كل يوم بيشوف وبيسمع عن مواضيع زي دي، الأوبئة، تغير المناخ، الحروب. دي مواضيع تقيلة على الكبار نفسهم، فما بالنا بطفل. التعرض اليومي للمواضيع والأخبار الكبيرة دي ليه تمن طبعاً، والنتيجة زي ما كل الدراسات تقريباً بتوضح هي إن جيل ألفا بيعاني من مستويات قلق أعلى من أي جيل سبقه وهو في نفس السن. عقلهم شغال طول الوقت وقلبهم قلقان طول الوقت.
كل العوامل اللي اتكلمنا فيها دي من تكنولوجيا ومعلومات وقلق في النهاية بتصب في مكان واحد، طريقة تفكيرهم. في قسمنا الأخير ده هنشوف إزاي عقول جيل ألفا متركبة وبتشتغل بشكل مختلف تماماً عننا. بيتقدر مدى انتباههم حوالي 8 ثواني بس. الرقم ده ممكن يبان قليل جدا، وممكن حد يقول ده ضعف تركيز، بس الحقيقة إن ده العكس تماماً. دي آلية فلترة ذكية جدا. في عالم مليان معلومات وزحمة، مخهم بيقدر في ثواني يقرر ده مهم ولا لأ. وعشان كده طريقة التعليم التقليدية ما تنفعش معاهم. رحلتهم في التعلم بتمشي على الخطوات دي. الخطوة الأولى بصري، يتعلموا بالمشاهدة، يوتيوب، تيك توك. الخطوة الثانية تفاعلي، يتعلموا بالفعل واللعب، ألعاب الفيديو. الخطوة الثالثة استقصائي، يتعلموا بسؤال لماذا وكيف. فكرة إن حد يقف يشرح وهم يسمعوا بس، دي طريقة من الماضي. دلوقتي بعد ما عرفناهم إزاي نبني جسور ليهم، الرحلة اللي خدناها مع بعض النهاردة كانت عشان نجاوب على سؤال مين هم. دلوقتي بقى عندنا فكرة عن سماتهم وعالمهم وطريقة تفكيرهم، لكن المعرفة دي بتفتح الباب لسؤال أكبر وأهم بكتير. طيب نعمل إيه؟ إزاي نربيهم ونعلمهم ونتواصل معاهم؟ وده اللي هيكون موضوع شرحنا اللي جاي، لأن فهمهم كان بس الخطوة الأولى، لكن التحدي الحقيقي لسه هيبدأ. لو منيو النهاردة أفادكم، ياريت ترسلوه لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام.